دخل بنات كتبت انت كنت متكلمه على عقوق الاباء قبل كده. طبعا انا كنت متكلمه على عقوق الاباء وافضل اتكلم عليه برضه، خلي بالكم. بس مش معنى ان احنا نتكلم على عقوق الاباء للابناء ان احنا نشهر باهالينا. في فرق كبير من ان احنا نتكلم على مساوئ حصلت معانا او حاجات حصلت معانا، وفي فرق من ان احنا نخلي الناس تطلع تهجم عليهم وتشتمهم وتهينهم وتأذيهم. لا، احنا المفروض ما نقبلش حد يأذيهم. احنا نتكلم احنا حرين نفضفض. انتوا عارفين انا لما كتبت البوست ده دخل لي اكتر من 200 بنت عندهم مشاكل، في من ضمنهم بنات قعدت تعيط، وانا نفسي دخلت للشيوخ وقعدت اتكلم معاهم وقالوا لي ان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، قولي حسبي الله ونعم الوكيل وصاحبهما في الدنيا معروفا. وفعلا لان انا طبعا في حاجات كتير ما اتحكتش ولن تحكى ابدا. دي اسرار بيوت، مش المفروض ان احنا نقعد نطلع اسرار. مين انتوا عشان نطلع لكم اسرار بيوتنا؟ مين انتوا عشان تحكموا علينا؟ مين انتوا؟ انا واحده من الناس زعلت قوي جدا يوم ما ماما طلعت مع اللي اسمها خرتيتا دي. زعلت لان اللي حصل ده كان كذب، كله كذب. انا ربنا شاهد على افعالي، وعشان كده انا دايما مطمنه ان انا عمري ما اذيتها، بالعكس هي اذتني كتير. عمري ما كنت عاقه بيها، بالعكس. بس هقول ايه؟ الله كريم. عمري ما قصرت معاها، بس هي قصرت معايا كتير. بس هقول ايه برضه؟ الله كريم. عمري ما ضربتها زي ما اخترعته، وعمري ما اتكلمت في شرفها زي ما قلته، بس برضه الله كريم. انا عارفه ان ربنا هيجيب لي حقي. انا هزعل ليه وانا عارفه ان في السما ربنا هيجيب لي حقي. اقوم عليها الناس ليه والدنيا وانا عارفه ان ربنا هيجيب لي حقي. هي برضو يشفع لها ان هي اللي جابتني للدنيا دي، يشفع لها هي اللي خلتني اشوف النور. هي ما عملتش معايا غير كده، بس انا اللي وقفت جنب نفسي، انا اللي بطبطب على نفسي، انا اللي ساعدت نفسي في كل حاجه. انا بيتاخد مني محدش بيديني. انا بتأذي ما بأذيش. خرتيتا عملت معايا جميله، خلتني اكتشف قد ايه هما بيتكلموا عليا من ظهري. دي الجميله اللي هي عملتها معايا. قد ايه هما عندهم غل من ناحيتي. قد ايه انا اتعايرت ان انا ما خلفتش. اتعايرت من اقرب الناس ليه ان انا ما خلفتش، رغم ان انا ما خلفتش. دي مش بايدي ولا اقدر اشتريها. انا لو كنت اقدر اشتريها كنت اشتريتها، بس انا برضو عايزاها من ربنا. كلنا بنتأذي عادي يعني، بس مش كلنا بنفضح اهالينا وبنشتمهم ونخلي الناس تشتمهم.